انك فرحت بمقتل حسن شحاتة بهذه الطريقة؟ والله انا مش حكايه فرحت بس، ده انا سررت بموت حسن شحاته. باكد عليها ان انا فعلا فرحت بموت حسن شحاته. طبعا وليد اسماعيل من اقذر الناس اللي ممكن تصادفهم بحياتك. القذارة اذا كان إلها عنوان فهو وليد اسماعيل. بالله العظيم ايش قد شفت ناس ساقطة، ايش قد شفت ناس زبالة بحياتي، ايش قد طقوا على راسي من هيك شخصيات، بس اقدر من هيك ما شفت ولا راح اشوف. واللي ما يعرف القصة بالضبط شنو، انا اقول لك شنو القصة. يوم 25/6/2013 بمصر 3000 سلفي ارهابي هجموا على بيت الشيخ حسن شحاتة، كتلوه داخل بيته وسحلوه بالشارع قدام عيون الحكومة المصرية والشعب المصري كله، ولا واحد قدر يفك حلقة ويحكي كلمة. ليش؟ لأن كلهم جماعة وليد إسماعيل السلفية الملتحين، الشعب المصري خاف من عندهم لذلك تخلص من مرسي. وهاي الكارثة كلها شنو سببها؟ سببها لأن الشيخ حسن شحاتة كان سني صار شيعي، صعد على المنبر وقال أشهد أن عليا ولي الله. هاي هي كل السالفة. ماكو أي خلاف بينه وبين المصريين أو بينه وبين وليد إسماعيل. يعني أنت تخيل بشر حاقد عليك لهالدرجة بس لأن مختلف عنه بالمذهب بالدين بالطائفة، يقول لهم أنا فرحان، أنا كلش فرحان ومتونس بموت حسن شحاتة. الله يطيح حظك. لك هم هذول الناس يتردون نتعايش وياهم؟ شلون نقدر نتعايش ويا بشر شايفيننا كفار، شايفين انه دمنا مباح؟ لا حول الله يا رب العالمين. وبالسلامة اغاتي.